بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عندنا روتين مليان طاقة ايجابية، مليان نشاط، مليان باور كده من بداية اليوم لنهاية اليوم ان شاء الله باذن الله. روتين لثلاث اطفال عندها امتحانات الاسبوع كله، فيلا بينا نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وحط اللايك بتاعك. الولاد لسه نازلين رايحين المدرسة عشان عندهم امتحانات الشهر زي ما متعودين بقالنا سنة كاملة، كل شوية امتحانات شهر امتحانات شهر وتقييمات. فآخر امتحان شهر إن شاء الله بإذن الله، وبعد كده امتحان آخر الترم على خير إن شاء الله. فتحت بقى البيت وهويت المكان وكمان شغلت قرآن بصوت مسموع، وتعالي نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ونبدأ كده وندخل المطبخ ونقول بسم الله، علشان النهاردة عندنا شغل كتير جدا في المطبخ وهنعمل حاجات كتيرة جدا. فتعالي نبدأ ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة حبيت اللي انا ابتدي بيها هي اللي انا شغلت القرآن زي ما انت شفتي وفتحت الشبابيك، بس السلك مقفول عشان ما يدخلش دبان ولا ناموس ولا اي حاجة. كمان شفطت الارض بالمكنسه، خليت المكان كده لحد ما ريحته حلوه كده، ورشيت معطر والدنيا بقت تمام وزي الفل، الارض نظيفه. ومسكت بقى الريشه كده وبدات بقى الاقي لو في اي ترابه على الترابيزات على الارفف. خلصت من ده كله. وكمان بعت جبت سمك وقلت النهارده هعمل لهم اكله سمك كده، لزوم الحركات. فتعالي بقى نعمل مع بعض اكله سمك حلوه لذيذة. كمان عايزة اقول لكم ان الروتين دوت ليه علاقة بالروتين اللي هو نزل لكم امبارح، اللي هو بتاع المشتريات، مشتريات الخضار ده في نفس اليوم. لما نزلت اشتريت مشتريات الخضار ورجعت، ده بقيت تكملة اليوم بقى. وانتوا عارفين قد ايه اليوم بتاع السوق بيبقى متعب ازاي. اولا بتتعبي لما تروحي تشتري الحاجة، ثانيا لما بتيجي بقى ترصيها وتنظفيها وترتبيها والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. مرضتش ادخلكم في تفاصيل كتير لان احنا لسه كنا عاملينها مع بعض من اسبوعين التفاصيل دي كلها. فقلت خلاص خلينا اللي احنا نستبعدها من الروتين بتاع النهاردة ونكمل بقية اليوم بقى بتاعنا، لاني واثقة انها هيعجبكم جدا الروتين ده. اول حاجه بقى حطيت معلقه كده من الثوم المفروم، وكمان حطيت معلقه من هريسه الفلفل الاحمر، ملح وكمون وعصره ليمونه وشويه شطه. وبحط كمان مش شطه، شويه كزبره. بحط كزبره ناعمه بتبقى خطيره قوي في السمك. السمك طبعا مغسول وزي الفل. الراجل منضفولي وغسيلهولي، بس انا طبعا عدت على الغسيل بتاعه. بغسله ازاي؟ بحط عليه شويه ميه ولو في اي دم من جوه او زوايد او اي حاجه ببدا ان انا اتخلص منها. شويه دقيق وشويه ملح عصره ليمونه، وبسيبهم منقوع كده لمده مش كتير، يعني اقل من 10 دقايق. وبعد كده بديله شطفه واسيبه بقى يتصفى في المصفى زي ما انت شايفاه كده، كنت حاطاه في المصفى. الدقه اللي انا عملتها اخدت منها معلقه وركنتها جنبيه كده علشان خاطر هعمل بيها الرز انا بحب احط فيه الدقه دي، بيبقى طعمه خطير. كنت محتارة ومش عارفة اعمل اكل ايه خالص خالص، كل الاكل رايح من دماغي. بصراحة بيني وبينكم كده كنت قاعدة وقلت ايه، هو احنا ليه ما بنعملش سمك؟ احنا من ساعة اخر مرة عملناه كان في رمضان، من ساعتها ما عملناش سمك خالص. فقلت لا خلاص خليني اللي انا اجيب سمك النهاردة. وقلت له انا عايزة سمك حجم متوسط، مش عايزة الحجم الكبير قوي ده. فبصراحة جابولي الحجم اللي انت شايفاه دوت كده، وسعر الكيلو 110. معرفش بقى هل هو فعلا سعره كده ولا ضحك عليا ولا هي الاسعار فين، مش عارفه. قولوا لي عندكم السمك بتجيبوه بكام؟ ده سمك بولتي عادي. بعد بقى ما تبلت السمك ركنته بقى على جنب شويه. تعالي نعمل مع بعض بقى الايه البصله بتاعه الرز. طبعا في الوقت دوت بقى خلاص، يعني كان فاضل شويه صغيرين والولاد يجوا من المدرسه والكلام اللي انتوا عارفينه دوت. عايزه انجز بقى واخلص بسرعه كده قبل ما يجوا، بحيث لما يجوا يلاقوا الاكل جاهز يتغدوا، ولو هيناموا شويه عشان يلحقوا يصحوا يذاكروا. عشان طبعا انتوا عارفين بعد المدرسه عندهم دروس، يعني الدرس بعد المدرسه على طول، فبيبقى ارهاق قوي. بيجوا من المدرسه يعني بيجوا من المدرسة والدرس مع بعض كده على الساعة 4:30 ساعات 5. والله ساعات منا بتدخل بيت الساعة 6 وبتبقى نازلة الصبح الساعة 7 الصبح. فربنا يعيننا امين يا رب العالمين. قشرت البصلاية اخدتها غسلتها كويس جدا، وغسلت كمان الصينية وظبطت كل حاجة والسكينة. تعالي نطلع بقى المبشرة. معرفش انا كيفي اعمل البصلاية بتاعة الرز في المبشرة. معرفش ممكن كنت احطها في الكبة، بس بحب اعملها بالمبشرة، بحسها اللي هي بتبقى احلى. لما بقطعها بالسكينة ما بتبقاش حلوة خالص. مرة
استنى احكي لكم على حاجه. مره زمان قوي قوي يعني، انا ليا مواقف كتيره قوي. المهم مره زمان قوي، كانت منا تقريبا لسه صغيره ما كملتش سنه ولا حاجه. فالمهم كنت عامله رز صياديه، بس كنت البصلايه مقطعوها مش بشروها. وطبعا انا طريقه الرز دي انا واخداها من خالتي، يعني هي اللي علمتني ازاي الرز يطلع لونه بني. ربنا يرحمها، امين يا رب العالمين. المهم فايه، بدل ما ابشر بقى البصلايه او ما كنتش ببشر البصل، كنت مقطعاها. فصدفت يعني اللي جالنا ضيوف وكده، فاتريقوا بصراحه على شكل البصله جوه الرز. فانا بحب، انا كهبه بحب ان انا اعدل من الحاجات اللي هي بتلفت النظر. يعني دلوقتي هما التريقه بتاعتهم وصلت لي، بس عارفين اللي هو ايه، انا ما زعلتش ولا اتضايقت، بس حبيت ان انا اعدل من نفسي. حبيت ان انا ايه، ما اعملش الحركه دي تاني، او مثلا اشوف ايه بديلها واروح اعمل. ومن ساعتها بصراحه، اصل هي البصلايه يعني بيني وبينك يعني كده كانت شكلها مش الطف حاجه في قلب الرز، لان طبعا انت لما بتقطعي البصل بتقطعيه مربع، مش هتعرفي تطلعيه زي المبشره ابدا. ليه؟ لا هتقطعيه صغيره قوي، وانا ما كنتش ساعتها مقطعاه صغيره قوي. فلما بتيجي بتشوحيه البصلايه بتاعه الرز اللي هو البني ده، بتتحرق على النار شويه عشان تديكي لون الرز البني. فهي بصراحه لما اتحرقت على النار كان شكلها مش الطف حاجه. فمن ساعتها بقى، من ساعتها كده وانا بقيت ابشرها. في حاجات كتير قوي يمكن ما بناخدش بالنا منها، لكن لما بيجي حد تاني يعدل عليها قدامك بتاخدي بالك منها، بتبقى بقى ايه، خلاص انت فهمتي او عرفتي اللي انت بتعمليه ده مش صح، فنخلي بالنا. بصي بقى هنا لون البصل ده المطلوب. ناس كتير بتشتكي وتقول البصلاية بتاعة الرز البني او الرز الصيادية بتطلع، او الرز بيطلع معايا فاتح. غمقي البصلاية قوي، ما تخافيش، مش هيبقى فيها طعم محروق ولا اي حاجة. وهي البصلاية على النار اغسلي شوية الرز الحلوين وسيبيهم يتصفوا. بعد ما البصلايه تحمر، خدي معلقه من التتبيله بتاعت السمك اللي انت عاملاها، ايا كان بقى التتبيله ايه. يعني عاملاها بالفلفل الاخضر ماشي، عاملاها بالفلفل الاحمر زي ما انا عاملاها ماشي، مش حاطه فيها فلفل خالص، وعامله تومه بملح وكمون وعصره ليمونه كده وشويه كزبره ناشفه شويه كده، خدي برضو منها معلقه. قد ايه هتعلي التست قوي بتاع الرز، والطعم هيكون حكايه. بصي كده بقى، بعد ما نزلت بقى بالرز بدأت بقى اللي انا ايه اديله تشويح. في المرحلة دي احنا بنتقسم نصين، النص الاولاني يقولك ايه، انزلي بالمية وسيبيها تغلي مع البصلاية، وبعد كده لما تغلي انزلي بالرز. وفي نص تاني بيعمل زي هبة كده. انا بصراحة انا ماشية مع الاتنين، انا مش هقولك لا انا كل مرة بعمله كده. ساعات كتير ببقى مشغولة او جاية مثلا مستعجلة، او بعمل حاجة تانية بنسى اغسل الرز. ففي المرحله دي عشان البصلايه ما تتحرقش مني قوي، او تبقى مش الطف حاجه، فبروح نازله بالميه. انزل بالميه عقبال ما تغلي هيكون غسلت الرز. بصي هو المطبخ ده لعبتك، انتي بقى الملكه، وانتي تقدري تتحكمي في كل حاجه. والشطره هي اللي بتثبت وجودها في الوقت الصح، ده اللي انا اقدر اقولهولك. خلاص كده خلصت الرز. ايوه الرز كده يعتبر خلاص، حطيت الميه المظبوطه والدنيا تمام والملح التمام. بس خلي بالك لو انت هتحطي الدقه ما تزوديش قوي الملح عشان ما يطلعش حادق معاكي. انا بسم الله ما شاء الله بيطلع معايا مظبوط والحمد لله، يعني دي كلها فضل ونعمه من عند ربنا. المهم حطيت بقى الدقيق، ونيجي بقى لمرحله الدقيق. مرحله الدقيق ما تزوديش كميه دقيق كتيره علشان خاطر ما يترميش في الاخر. تمام، من وقت للتاني عقبال ما بنعمل سمك بيبقى شويه الدقيق دول هتقولي لي هشيلهم، طب وتشيليهم ليه؟ ما انت حطي كميه قليله على القد بالظبط، حطي كوبايه، كوبايه دقيق حلوه قوي. ولما تخلصي الكميه كلها ابقي ولقيتي لسه معاكي سمك والكميه خلصت، ابقي زودي شويه دقيق تاني، مش هيحصل حاجه. كل حاجه دلوقتي بقت غاليه، فنخلي بالنا ومن الحاجه اللي احنا بنستخدمها. لو حاولتي توفري تبقي ايه، مش حكايه بخل والله، ده يعني اسمها حرص ولا اسمها ايه حرص من بس كده. حطيت انا كوبايه الدقيق، حطيت عليها كده معلقه كبيره من النشا، وحطيت نص معلقه من الكركم، ودي اختياري، مش حابه خلاص يعني براحتك خالص. انا بقى برضو بحب ان انا اتبل السمكيه كلها، يعني بحب اللي انا ابدرها كده بالدقيق كلها، كل الكميه،
واغسل ايديا واغسل كمان الصينيه، ويبقى كده تمام. وابدا اقلي بقى على مهلي واحده واحده، بس كده. بس بحب ان الدنيا تبقى حواليا نظيفه، بالذات يوم السمك ده. والسمك قلنا 100 مرة، وبرضه بقول 100 مرة نشتريه من حد موثوق فيه، مش اي حد يبيع سمك نشتري من عنده، عشان السمك بيبقى ريحته زفرة شوية، فنخلي بالنا من النقطة دي. انا طبعا ما كانش عندي ليمون خالص غير هو ليمونه واحده، وللاسف بعد ما عصرتها على التتبيله رميتها، نسيت خالص. في المرحله دي انت المفروض تحطي نص ليمونه مع الزيت، هيديكي تست عالي ومش هتحسي بريحه زفاره خالص. انا بالفعل ما حطيتهاش، وبرده ما شمتش ريحه زفاره يعني. طبعا الرز كان استوى، فبدات بقى ان انا اقلي السمك زي ما انت شايفه كده. ما بحركش السمكية من مكانها غير لما بتبدأ اللي هي تتشمع من تحت كده، واحسها اللي هي مسكت نفسها. بروح قلبها بقى على الناحية التانية. في فاصل هنا اعلاني على فكرة، اللي هو ايه بين المشهد ده والمشهد ده، انا قافله الكاميرا شوية، السمكية ما اتحمرتش كده بسرعة الصاروخ. غسلت بقى ايه الصينية اللي انا كنت حاطة فيها السمك ديت، وجبت بقى شوية خضار. جبت جزرايه، بصلايه، جبت كمان طماطميتين، جبت خيار، جبت فلفل، جبت كمان شويه كده من البقدونس. الجزر هبشره، بس هبشره من الناحيه اللي هي الناعمه قوي بتاعه المبشره. برضو في ملحوظه حلوه قوي حابه ان انا اقولها لك، لو انت هتعملي سلطه فيها جزر ابشريه ما تقطعهوش. الجزر لما بيتبشر بيبقى طعمه حلو قوي في السلطه، وبيليق كده على الخيار، بيبقى طري شويه، الطماطم طريه، الفلفل طري. لكن لما بتتقطع مكعبات بحس اللي هو قاسي شويه على السنان، في وسط الحاجات الجميله اللي هي الخيار والطماطم والفلفل والكلام ده. انا هنا كده نزلت بشرة البصل والجزر. قلت بالمره يعني وانا بستخدم المبشره اروح بشره البصل معي. حطيت شويه خل، ورجعت بقى تاني عشان اشوف السمك اللي على النار، وفي الوقت دوت كان خلاص خلص معايا. هطلع بالسمك كده. وطبعا السمكية انا بحطها بميلة شوية عشان خاطر تصفي بس اي زيت موجود جواها. هنزل بكمية الباقي بالشكل ده كده. حطيت بقى الكميه ديت كده، حطيت الطاسه بتاعتي بتاخد سمكتين، لو عندك الطاسه صغيره شويه حطي سمكيه واحده. ساعات كتير ببقى جايبه سمك الحجم بتاعه كبير، فبحط واحده بس في الطاسه عشان خاطر ايه احسها اللي هي تبقى واخده راحتها كده وهي بتستوي، ما تبقاش من جوه نيه ولا اي حاجه. هقطع بقى الطماطم. صليتي بقى على الرسول النهارده؟ شكلك لسه ما صليتيش على الرسول. يلا صلي على عندك ايمان بربنا اللي ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك. بس انت حاولي تعملي الحاجات اللي بقولك عليها، كل حاجه داري على شمعتك دي ايد، بمعنى اصح كل ما تداري كل ما تقيد اكتر، كل ما تداري كل ما تقيد اكتر. المهم خلصت السلطه، كمان قطعت البقدونس وشلت منه شويه كده عشان احطهم على وش السمك. طبعا انا قطعت السلطه بالطريقه ديت كده، وحطيت الخل على البصله والجزر عشان خلاص انا يعتبر السمك هيخلص والرز خلص اصلا، هغرف على طول. لكن لو لسه عندك وقت اللي انت مش هتغرفي دلوقتي او لسه مش هتاكلي دلوقتي، ما تحطيش ولا الخل ولا الملح دلوقتي. حطيهم امتى بقى؟ جيبي طبق صغير وحطي فيه معلقه ملح، اسفه معلقه خل وعصره ليمونه وشويه الملح وبشور البصله، وقلبيهم كده مع بعض شويه. لما تقلبيهم مع بعض شويه البصله هتنزل الميه بتاعتها بقى على السلطه، لما تيجي تحطيها بقى في النهايه على الطماطم هتبقى خطيره. لكن لو عملتيها من دلوقتي ممكن الطماطم تدبل معاكي. انا خلصت علشان كده انا يعتبر يعني ايه قلبت كله مع بعضه، او حطيت الخل وحطيت الملح وظبطت كل حاجه يعني. بس بقى زي ما قلت لك ما كانش عندي كميه ليمون كافيه. الليمون خني السنه دي استخدمت كميه ليمون كتيره، انا كنت مفرزه كتير بس استخدمت الفتره اللي فاتت كميه ليمون كتيره فخلص من عندي يعني. بس طبعا احنا انتوا عارفين ان احنا ما بنقدرش نستغنى عن الليمون دوت طول ما هو في الفريزر. يعني انا واحده من الناس ما بشتروش خالص وهو غالي، بس للاسف بقى الكميه اللي عندي خلصت الحمد لله. بصي بقى هنا قلت اعمل شويه سلطه طحينه. مش عندي بتنجان عشان اعمل بابا غنوج، نسيت خالص وانا بشتري المشتريات من سوق الخضار اجيب بتنجان، لان ما كانش في دماغي ان انا هعمل سمك، وانا لسه كنت عامله الاسبوع اللي فات مسقعه. فقلت بقى انا هجيب بتنجان تاني واعمل لهم مسقعه تاني، لا خلينا اللي احنا ايه
نستغنى عن المسقعة الاسبوع دوت، بحيث لما اعملها لهم الاسبوع الجاي يبقى ايه مشتاقين ليها، فاهمين قصدي؟ وبعدها لك يا ابريل، ايه الحكايه؟ ابريل ده مش هيخلص خالص، هو ناوي يخلص الفلوس بتاعت الشهر الجديد. الشهر قاعد ومثبت، عارفين اللي هو انا قاعد ومربع، الشهر قاعد ومربع، مش عايز يتلحلح خالص، مش عايز يمشي خالص. عيدنا وصمنا وفطرنا يعني، وقبضنا الشهر الجديد وقرب يخلص الفلوس مننا يعني، والشهر برضو لسه موجود يعني. ربنا يعيننا جميعا، امين يا رب العالمين. فين اللايك بتاعك بقى؟ حطي لي لايك حلو كده. انت بتعملي سلطه الطحينه من غير اي حاجه؟ بصي انا عندي في البيت فريقين، فريق بيحب سلطه، مش فريقين، هو الفريق كله. بيحبوا سلطه الطحينه كده عليها شويه ميه وشويه خل، بقى شويه ميه وشويه ملح بس كده. وفي فريق تاني بيحبها بالخل، فانا اعتمدت على الفريق كله بيحبها بالميه والطحينه وبس كده خلاص. كده السمك خلاص خلص معايا، حطيت عليه بقى شويه كده من البقدونس اللي انا شلتهم من السلطه. وده بقى الرز، الله عايزه اقول لك كنت عامله شويه رز طعمهم يستاهلوا بقك، رز صياديه على ابوه. زي ما قال الكتاب. يلا خدي بقى فكره ونفذيها بكره. معرفش السمك عندكم بكام، بس تقدري بقى ايه تجيبي كده سمك وتعملي الاكله دي حتى في وسط الاسبوع. بعد بقى ما خلصنا الاكل واكلنا الحمد لله، دخلت على المطبخ، وكان لازم اللي انا اعمل بقى كده. مسكت السجاده دخلتها جوه الغساله، مش من ريحه الزفاره ولا اي حاجه، انا كهبه بحب اللي انا ايه يبقى البيت عندي كله ريحته حلوه. لما حد جديد بيجي يدخل البيت بيبقى شامم ريحه الاكل او ريحه المكان. وانت قاعده في البيت مش شامه حاجه، انت شامه ريحه حلوه وخلاص. فانا قلت بقى بالمره كده يعني اروح غسله غسل السجاده وغسل المواعين، مظبطه الرخام والدنيا تمام. كان عندي اخر شويه صابون، عايزه انزل اشتري صابون، نسيت خالص برضو وانا بشتري الخضار اللي انا اشتري صابون. بس ان شاء الله باذن الله بكره انزل اشتري صابون، لان خلاص انا تعبت النهارده قوي، واليوم بالنسبه لي كده مرهق جدا يعني. اغسل بقى شويه المواعين بسرعه، وناديت على منى قلت لها بالله عليكي اعملي معايا بقى المطبخ عشان نخلص بسرعه ونقعد بقى. هي عملت حاجه وانا عملت حاجه والدنيا مشت والحمد لله. هغسل المواعين بتاعه الاكل دي، مواعين السمك هغسلها بسرعه مش تاخد وقت. طبعا انا اي مواعين ببدا ان انا افضيها كلها قبل ما احطها في الحوض. بس طبعا ايه في هنا بقى ايه مطرح الرز بقى والكلام دوت، فبقيت اللي انا احط فيه ميه علشان خاطر يبقى سهل عليا اللي انا ايه اغسله كده على طول. طبعا واحنا واقفين بنغسل المواعين بندعي ونستغفر ونحمد ربنا على كل حاجه. كل حاجه احمدي ربنا عليه. عارفين الشيطان بيدخل لك من الحاجات اللي هي مش عندك، زي مثلا اللي انت محتاجه مثلا حاجه، فتلاقي الشيطان كل شويه عمال يفكرك بيها. هو انت مش هتجيبيها؟ هو انت مش عارفه ايه هي ليه مش عندك؟ عارفين الحاجات اللي هي الشيطان مش لاقي حاجة يدخلك بيها، فبيدخل من الحاجات اللي هي النعم اللي هي مش موجودة عندك، مع انها انت ممكن لو بصيتي على حياتك او خرجتي بره الدايرة من بره هتلاقيك انت في نعمة، هتلاقي انت عندك حاجات اصلا غيرك بيحسدك عليها. فنحاول على قد ما نقدر اللي احنا ما نخليش الشيطان يوسوس في دماغنا كتير، خلي الشيطان يبعد عنك، لان الشيطان اصلا كل ما انت بس هتديله عارفة ودنك كده شوية هتلاقيكي ايه حالتك النفسية بقت صعبة جدا وبدأتي تعيطي، والموضوع اتطور عن زيادته، وحسيتي كده اللي فيه ارهاق، في حاجات غريبة كده بتحصل. فنحاول على قد ما نقدر اللي احنا ما نخليش الشيطان هو اللي يتحكم فينا، لا احنا اللي نتحكم فيه. اول ما يبدأ اللي هو يوسوس لك في حاجة مش موجودة عندك، استغفري كده بسرعة وقومي اتوضي وصلي ركعتين، هتلاقيك انت ارتحتي من جواكي. لهي نفسك في اي حاجة تانية، هتلاقيك انت كده بدأتي اللي انت ترتاحي والدنيا تبقى عندك تمام على طول. احمدي ربنا وخليكي واثقه ومتاكده اللي انت فيه دوت نعمه من عند ربنا. ربنا مدينا كل حاجه، مدينا ال 24 ايراد بتوعنا، ايا كان بقى هو موزعهم ازاي، فانت واخده اصلا حقك الحمد لله. فده نعمه وفضل من عند ربنا. ما تخليش الشيطان يضحك عليكي، ما تخليش الشيطان يوسوس لك، ما تخليش الشيطان يلعب بيكي بمعنى اصح. استغفري كتير واحمدي ربنا، الاستغفار حلو جدا بيغير القدر. كل ما تستغفري كل ما ربنا يستجيب، كل ما تدعي اكتر، وحاولي وانت بتدعي
اللي انت تدعي ويبقى عندك خشوع كده في الدعاء، اللي انت تدعي لربنا. انت مش بتدعي او مش بتشكي لحد، انت بتشكي ربنا، فهو ربنا اللي هو قادر يغير لك حياتك 180 برضه. لان الرضا دوت ما بيجيش كده بالساهل، الرضا دوت لازم تبقي متعلمه حاجات كتير قوي عشان تبقي راضيه من جواك. طب الرضا دوت نعمل فيه ايه عشان نرضى؟ ارضي بكل حاجه، كل حاجه ربنا اداها لك ارضي بيها. والرضا يبقى على اقتناع، الاقتناع بتاعك اللي انت تبقي راضيه من جواك من قلبك، مش كلمه كده بتقوليها وخلاص، مش كلمه كده انا راضيه، لا لا، ارضي عشان ربنا يرضيكي اكتر. كل ما ترضي كل ما ربنا يرضيكي اكتر. تلاقي الدنيا من حواليكي بقت جميله، هتحسي بارتياح نفسي، هتحسي بطاقه ايجابيه. العمر بيجري والايام بتجري، ما تضيعيش كل دوت كده في حاجه انت مش حاسه اللي انت عايشه. لا، عيشي اللحظه، عيشي حياتك. الاكتئاب مش حلو خالص، الاكتئاب هيخليكي طول الوقت حزينه وزعلانه، مش حاسه بيومك، اليوم بيعدي من غير ما تحسي بيه. في يومنا بركة حلوة قوي، اللي انتي تشاركي كده اليوم بتاعك في وسط عيلتك، في وسط عيلتك اللي موجودين في البيت، فاهمة قصدي طبعا. فخلي يومك يبقى مليان بركة كده وحب، ان شاء الله بإذن الله ربنا يرضيكم ويرضى عنكم ويجازيكم كل خير، ويملى بيوتكم كلها بالحب والإيمان والفرحة، امين يا رب العالمين. غسلت المواعين وغسلت الحوض ومنى ظبطت الرخامات والدنيا بقت تمام وزي الفل، وكمان الغسالة خلصت وكده، اقدر اقول لكم ان المطبخ عندي بقى فل. بس كده فاضل المواعين بس تتصفى ونشيلها ويبقى الدنيا تمام. كمان عملت بقى ايه، ولعت عود بخور كده، مش عود، ولعت فحمايه صغيره كده. عندي بخور حلو قوي من السعوديه، ام ياسر حبيبه قلبي كانت بعتهولي. فقلت بقى اللي انا ايه، انا عايزه اشم شويه بخور كده حلو يخرجوني من المود، واعمل كوبايه قهوه. بس كده ده اللي انا عايزاه دلوقتي. وكان عندي كمان المبخره دي لسه جديده برضو، ام ياسر حبيبه قلبي كانت بعتها لي من السعوديه. حبايبي بقى واهل السعوديه بقى واهل الكرم كلهم، بصراحة البخور عندهم روعة، حاجة تانية. يعني أنا اشتريت بخور كتير في مصر، كتير وقليل، بس ما بشمتش ولا حسيت بريحة البخور غير البخور ده، حلو قوي. مبخرة القمر ديت بقى، بصوا بتفكرني بالحسين بقى وجو الحسين وكده. كنت الأول مرة بستخدمها، بصراحة عجبتني قوي، لطيفة كده وريحة البخور جميلة. قلت أخرج بقى على الريسبشن بره. وعايزه اقول لكم كل ده حصل، كل ده حصل والنهار لسه طالع. عارفين اللي هو ايه، انا قاعد برضو مربع، ايه ده، من ساعه ما غيروا الساعه والنهار بقى طويل قوي، طويل قوي ليه كده مش عارفه. والعشاء بتأذن متأخر قوي. يعني عندك اليوم كله بركه. بصي كل دوت والمغرب كانت لسه ما أذنتش. بخرت بقى المكان، مش حكاية تبخير، حكاية اللي انا اغير بس ريحة المكان ويبقى المكان كده نضيف وزي الفل. عايزة انا هنا رفعت الكاميرا عشان اوريكم ان النهار لسه طالع. عملت بقى كوباية قهوة وقعدت بقى اشرب بقى القهوة كده والدنيا بقت تمام. كمان صليت الفرض اللي كان عليا وخلصت كل اللي ورايا، فاضلي اللي انا اقعد اقرا في المصحف شوية. وبحبكم جدا، سلام عليكم.